مرحبا. بما انه الطرف المعتدي بعده عم بيزور ومصر انه يكذب الحقيقة، أنا مضطرة أقول بالضبط شو اللي صار. اللي صار إنه أنا امبارح كنت رايحة على عزاء بخص عائلتي. وصلت على مبنى العزاء، بفوت على الأسانسور بلاقي الإنسان اللي اعتدت علي داخل الأسانسور. ما قلت شي، كبست على الطابق الثاني. فبتبلش هاي الإنسانة المعتدية علي بتبلش تشتمني بكلمات شتيمة وتحقير. ما رديت، ما قلت ولا كلمة ولا حرف، ضليتني عم بطلع بتليفوني. فتت على القاعة، قعدت بين أهلي. بتجي الشخصية المعتدية علي بتوقف قدامي بنص العزا بتوقف قدامي وبتبلش تكفي شتيمتها لإلي. بتقلي شو فكرك إذا ما رديتي علي بالأسانسور يعني أنا ما حجرسك، أنا حالفة يمين وين ما أشوفك بدي جرسك، يا كذابة يا حقيرة يا إلى ما آخره من شتائم. ما رديت. جمع ناس، لما أقول جمع ناس يعني صرنا حوالينا في ما بعرف 6-7 أشخاص عم بيقولوا لها ما بيصير، كفت. هون أنا قلت لها من فضلك احترمي حرمة الموت، ما بيصير اللي عم تعملي. انت بتعرفي حرمة موت، انت بتعرفي ما بعرف شو بتكفت الإهانات ما حقولن. برجع بقول من فضلك كرمال الأسرة اللي عندها عزاء، من فضلك وقفي هول الكلمات اللي استعملتن. انت بتعرفي احترام، انت بتعرفي عزاء، بلا بلا بلا. هالموضوع استمر 10 دقايق، ناس متجمعين حواليها. العائلة اللي عندها العزاء أحد أفرادها تدخل وقال لا ما بيصير اللي عم تعمليه. هيدا الشيء صار واقعة في شهود عليها، مستحيل نفيها. ما بعرف كيف في حدا عم ينفيها. وبعدين تم شدها من إيدها طبعا بلطف واحترام، لأنه نحن عن ناس محترمين، وقعدوها بعيد عني. وأصرت إنها تضلها ناطرة لحد ما أنا أنزل، لأنه قالت قدام الجميع وفي شهود على اللي عم قولوا إنها ناطرتنا تحت مشان تكفي المشكل. اضطرت العائلة اللي عاملة العزاء إنها تستوقفني ليتأكدوا إنه هي فلت كرمال أنا أقدر أنزل. هاي وقائع عليها شهود، ما في حدا ينفيها بأي شكل من الأشكال. وما في حدا ينفي أنه أنا ما فتحت تمي، التزمت بكلمتين: احترمي حرمة الموت من فضلك. هيدي الكلمات اللي صدرت مني. وأنه اللي عملته هي كان بنص العزاء هي واقفة ناس حواليها وعم بيهدوها، وبالآخر طلبوا منها أنها تنسحب. هاي وقائع صارت في شهود عليها. وأنا بما أنه هلأ للأسف هذه الشخصية المعتدية علي أصرت من خلال موقع إلكتروني إخباري عمل معها مقابلة، أصرت على أنه هي بحسب شو قالت حرفيا أنه هي رح ترجع تعتدي علي وين ما شافتني. هيدا الشيء صار موثق. فأنا مضطرة أنه ارفع دعوة واشوف شو الخطوات القضائية اللازمة اللي لازم اتخذها لحماية نفسي من اي اعتداء هي علنا عم تقول انه حتعمله ضدي. هي 1 2، لانه كمان في شهود حيشهدوا بشو صار. هاي هي.